صباح الفل، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا النهاردة يا جماعة صباح مختلف تماما. صباح الخير، صباح الفل، صباح الهنا، صباح المانجا. طبعا يا جماعة معانا، بصوا معانا هنا. صباح الهنا وصباح المانجا. بصوا يا جماعة، امبارح بالليل همسة وهنا كنا قاعدين كده، ف يعني جه في بالنا كده ان احنا عايزين مانجا، احنا بنحب المانجا جدا يعني. فطلبنا من ابو همسة بعد ما يخلص الشغل بتاعه يروح يجيب لنا مانجا. والحقيقه ان هي اليومين دول سعرها حلو جدا ب 35 جنيه الكيلو. فانا بحب جدا يا جماعه يعني المانجا افرز بقى كتير، فاهميني؟ عشان انا طبعا معايا اطفال ولادي بيحبوا العصير. فانا بحب جدا اعمل لهم عصاير طبيعيه. في مانجا بفرز، في فراوله بفرز، في جوافه بفرز. الحاجات بقى اللي هي تنفع تتعمل عصير. فانا دلوقتي انسب وقت ان انا ابدا افرز فيه المانجا. فطبعا ابو همسه راح جاب لنا مانجا. زي ما انتم شايفين بقى احنا اكلنا اللي كلناه يعني بالليل بقى. اديت للولاد بقى مانجا وقعدنا بقى ناكل مانجا، يعني مسكنا المانجا كده وقعدنا كده، يعني فاهمين انت؟ يعني فاهمين انا قصدي ايه؟ المانجا طبعا يعني ما فيش حد بيختلف عليها. فانا عايزه اقول لكم ان انا اصلا يعني سر من اسراري ان انا اصلا امي وهي حامل فيا يعني كانت بتتوحم على المانجا. وابويا الله يرحمه ما كانش الموسم بتاعها خالص، فهو نزل ودور عليها لغايه لما لقى عند فكهاني واشترى لها المانجا، والحمد لله كلتها. وانا طالعه بحب المانجا جدا انا واولادي يا جماعه. ف الموضوع ده يرجع بقى ايه لقبل ما اتولد يعني، فانا بحكي لكم بس القصه. المهم دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ هوريكم بقى ازاي انا بفرز المانجا. تعالوا بقى مع بعض نشوف ازاي هنفرز المانجا مع بعض. طبعا انا جهزت طبق علشان احط فيه القشر، طبق عشان احط فيه المانجا، وعندي اكياس. عندنا انا هاتي سكينة وعندنا معلقة. لازم سكينه ومعلقه يا جماعه. هاتي الاكياس دي كده. عندي طبعا اكياس اللي هي الاكياس البيضه دي يا جماعه، طبعا بحب انا افرز فيها الخضار وكده. عشان ما تكونش والفواكه شفافة. برضو يعني. في طبعا نزل الاكياس الجديده اللي هي بسحاب دي، الحقيقه ان انا يعني مش لاقياها عندنا هنا، فانا بستخدم الاكياس اللي هي العاديه بتاعتنا دي. في ناس بتحب تفرز المانجا كده يا جماعه بحالها كده. طبعا المانجا انا غسلتها كويس قوي. في ناس بتحط كده ايه كل مانجايه او اتنين في كيس، ولما يجوا يعملوها عصير يطلعوها ويسيبوها تفك، وبعدين يبداوا ان هم يخلوها وكده. انا بحب بصراحه ان انا اخليها واحطها في الفريزر مخليه، اطلع الكيس احط عليه الميه الساقعه واحط عليه السكر واضربها، تبقى سهله عليها جدا جدا. تعالوا بقى نشوف مع بعض هنعمل ايه. بصوا يا جماعه، طبق احط فيه القشر وطبق هنحط فيه المانجا اهو. بعمل انا ايه بقى يا جماعه؟ بصوا، طبعا المانجا زي ما انتم شايفين واحنا غسلناها. اول حاجه بعملها ببدا ان انا اجيب المانجا بتاعتي وابدا ان انا اقطعها كده يا جماعه نصين زي ما احنا شايفين كده، وابدا ان انا اعمل كده. بصوا بحركها كده تمام. نجيب بقى ابدا بقى ان المعلقة. انا بالمعلقه افرغ المانجا كده. اللي فيها. بصوا ما بخليش مانجا في القشر خلاص كده. بطلع كل المانجا اللي فيها. اللي في القشر كده. طبعا القشر ده نجيب الطبق ده، لا هاتي طبق قربي مني هنا كده يا جماعه. انزل المانجا اللي في البذر كده. طبعا شايفين يا جماعه، بصوا انا طبعا ايدي غسلاها كويس قبل ما اشتغل في المانجا، وغسله السكينه وغسله المانجا نفسها وغسله كل حاجه تمام كده. ببدا بقى ان انا ايه، نشيل البذرة. نحاول يا جماعه ان احنا نلف البذره كده. بصوا هي لو ما طلعتش يعني، بصوا ساعات البذره تلفيها تطلع وساعات ايه تبقى ماسكه كده. بصي نفس الطريقه اهو احنا بننزل المانجا. عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا سبتها طول الليل في المطبخ، المانجا في الطبق كده زي ما انتم شايفين. قمت الصبح داخله المطبخ لقيت ريحه المطبخ مانجا تحفه، ريحتها عبت البيت. بسم الله ما شاء الله يعني. المانجا من اكتر الفواكه اللي تعمل ريحه يعني. انا يعني عمري مثلا ما جبنا موز او اي فواكه وسبتها في المكان تعمل ريحه، انما المانجا تسيبيها تخشي كده تلاقي ريحه البيت مانجا، وريحه المكان اللي انت حاطه فيه المانجا مانجا فظيعه. بصراحه انا من عشاق المانجا. تقولوا لي يعني ايه اكتر فاكهه بتحبيها في الكوكب؟ اقول لكم المانجا. بصوا يا جماعه شايفين، بصوا يعني هي ايه، حاسين ان هي بالسكينه ممكن برضو كده. طبعا دي اسهل طريقه يا جماعه عشان تخلوا بيها المانجا. انا بشوف ناس بتقشر القشره وبعدين تقعد بقى تقطع المانجا، لا لا لا، انا عايزه اقول لكم ان طريقه المانجا دي تحفه. طبعا دي يا جماعه ايه مستويه شويه مش مشكله، لا بس هي سليمه يعني. هي سليمة بس
انا طبعا شايفه المانجا دي كلها قبل ما ابدا ان انا ايه يا جماعه اخليها كلها كويسه. هي بس في واحده يعني ايه اللي انتوا شايفينها دي مستويه شويه. شكلها مسكر. بصوا يا جماعه، عايزه اقول لكم ان القشر ده مش هيترمي. هخلص واقول لكم هنعمل ايه. مفيش حاجه بتترمي يعني، غير بس اللي هي البذره النوى اللي جوه، انما كل حاجه بستخدمها. يعني القشر ده هنطلع منه احلى عصير مانجا. ايوه. بصوا يا جماعه، وبتبقى بقى ايه لغمصه، عارفين يعني ايديكي بتبقى كلها مانجا. بعد بس ما نخلص بنخلص بقى ايوه نلم ورانا ننضف. بالظبط. ممكن تلاقي نقطه مانجا هنا، نقطه مانجا هنا على الترابيزه. طبعا عايزه اقول لكم ان النوى البذره دي احلى حاجه عند هنا. انا بقى بلم كل البذر ده واحطه في طبق كده لهنا تقعد تمصمص فيه. طبعا انا يعني بحاول اسيب لها حاجه تلاقيها يعني. انا بحب المانجا قوي، بحبها مش عارفه في لدرجة قشر ان هنا انا ولا إيه؟ بعشقها. اللي هو كده يعني بحبها، مثلا عايزاها تنام جنبي كده، انام جنبي اصحى. بصوا يا جماعه، بصوا عندنا المانجا ازاي. طبعا انا ما تفرقش معايا لان انا اصلا هنعملها عصير. ماشي. طبعا انا بعمل معاكم ايه المانجا قدامكم، يعني مش هعملها كلها يا جماعه، ماشي. انا بس بعمل معاكم كام واحده كده. طبعا زي ما قلت لكم المانجا دي احنا جايبينها امبارح. عايزه اقول لكم ان هي من امبارح للنهارده، يعني هي كانت جامده شويه عن كده، بدات اهي ايه تستوي. وانا بصراحه ما رضيتش احطها في التلاجة علشان انا لما اجي اخليها كده هتكون ساقعه على ايدي. ما بحبش بصراحه ان انا يعني اعمل حاجه تكون ساقعه، ما بقدرش استحمل البروده يعني، صوابعي مش بتقدر تستحمل حاجه ساقعه. فانا قلت لا، هسيبها بره التلاجة من بالليل بس للصبح. عايزه اقول لكم ان هي استوت اكتر يعني، بس مش مشكله، سهل جدا يعني، ما ينفعش. هنا عايزه تعمل معايا. طبعا يا جماعه انا لو قلت لهنا تعالي اعملي معايا، بصوا اللهم ان الترابيزه دي هتبقى في ذمه الله من شرشره المانجا. لا انا بس هطلع ايه، هطلع بالمعلقه بس وانتي تقطعي. لا يا حبيبتي انا بطلع بالمعلقه. انا عايزاكي بس انت تتفرجي عشان دلوقتي تناوليني الاكياس ونعبي. بس انا عايزاكي كده ايه ايدك فله كده، مش نفسك. واحد هتاخدي دي ولا دي التانية؟ اشوف عنك. يا اللي ما بيحبش المانجا قولنا في الكومنتات. اكيد طبعا انتوا بتحبوا المانجا. اكيد طبعا في حد ما بيحبش المانجا. لا بس لو ما حدش عنده يعني عنده مثلا حساسيه منه. في ناس عندها حساسيه من المانجا. عايزه اقول لكم يا جماعه ان احنا لما بنزود في اكل المانجا الصراحه بيجي لنا حساسيه، بس يعني هرش كده على بسيط. بس احنا بناخد يعني ايه برشام كده الحساسيه لما بنحس ان يعني هنهرش او هنبدا ان احنا ايه نتهرش كده يعني، خصوصا همسه وهنا الاقيهم بداوا يهرشوا في ايديهم، يهرشوا في رجليهم، فاروح مديهم برشام الحساسيه على طول. مع ان ما بنكترش من المانجا يعني، هم بياخدوا مثلا منجايه او منجتين يعني، مش بناكل كتير. ايوه ورينا كده المانجا الصغيره. بصوا يا جماعه طبعا انا في عندي كبير وفي عندي صغير، طبعا نشوف الصغيره لا ان انا على قد زي محمد. زي الكبير بالظبط. على قد محمد، على قد محمد. طبعا يا جماعه مش عايزه اقول لكم حاجات بتطير كده. كفايه كده ولا لا؟ لسه ايه هنكمل احنا كله، احنا هنفصل التصوير ونكمل كله. طبعا يا جماعه بقى احنا ايه، انا هفصل وهكمل كل الكميه وهاجي اوريكم بقى ايه في الاخر. هتطلع لنا بقى كميه المانجا دي قد ايه. يلا بينا. احنا كده خلصنا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. انا كده خلصت المانجا. بصوا في جنب مني عصفور قاعد يقرقط في البذر بتاع المانجا.
شايفين اثار الجريمه؟ شايفين لفي هنا وشك كده، شايفين بقى عامل ازاي؟ كله مانجا. اديتها طبعا كل البذر بتاع المانجا، قعدت تمصمص فيه. هنا عندنا القشر زي ما قلت لكم هنعمله عصير، وهيطلع احلى عصير يا جماعه، وحلو وتقيل، وهوريكم كل حاجه. بصوا ده المانجا بقى اللي احنا خليناها اهي، زي ما انتم شايفين معايا كده. هنعبيها بقى دلوقتي في الاكياس، اوريكم بقى هتعمل كام كيس. هعبيها ازاي هقول لكم. بصوا يا جماعه، انا عندي كده كوبايه بعاير بيها، يعني بعبي كل كيس كوبايتين. بصوا الكوبايه بتاعت الشاي العاديه دي، انا ما بعرفش بصراحه اعاير المانجا غير بالكوبايه. يعني جربت ان انا اعملها بالكبشه اللي هي بتاعتنا بتاعت الشوربه العاديه، مش عارفه اعاير برده، لان انا طبعا بحب اعمل ازازه عصير مانجا اللي هي ال 2 لتر او 2 لتر ونص كمان، كبيره قوي. فبحب ان انا اعاير بقى بالكوبايه دي، عارفه معيارها بقى. فانا هقعد دلوقتي اعبي كل اكياس المانجا واقول لكم في الاخر بقى هتعمل كام كيس. خليكي في الانتباه. بصوا يا جماعه، احنا عندنا الاكياس اهي زي ما انتم شايفين، تمام. هنفتح بقى كيس كده، وهخلي هنا تمسكه. امسكي يا هنا. ايوه انا عايزاها هنا مفتوح كده اهو. ايوه ايوه كده. بعير انا بقى ايه المانجا بالكوبايه كده. خليكي فاتحه هنا. خليك. كيس المانجا يا جماعه. يلا هنا. تعرفي تفتحي؟ لا من الناحيه التانيه. حطي ايد كده وايد كده عشان ما يعملش منك. كده ايدك بقى الناحيه التانيه، ايدك التانيه امسكي الكيس. ايوه بس عشان النص يبقى فاضي، وما تحركيش ايدك ماشي، علشان ايه؟ خليكي ثابته. ايوه كده. افتحي ايدك هنا حلو. ايوه قربي كده. شطوره يا هنا. ايوه ايدي هنا وايدي هنا. برافو. يلا اظبطي ايدك كده اهو بقى، عشان انا هحطه في النص. افتحي ايدك كويس هنا. لا خلاص. في عندنا بقى هنا شويه يا جماعه، اقسمهم بقى على الاكياس، يعني حبه صغننين قوي. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، احنا عملنا 5 اكياس مانجا. بصوا يا جماعه بقى، انا عبيت الاكياس اهو زي ما انتم شايفين. بعمل ايه بقى عشان تتحط في الفريزر؟ بعمل كده. بصوا كيس المانجا اهو اهو، تمام. بروح جايه لفه بقى كده كده، احطه في الفريزر كده يا جماعه. كده لا ضيقيه هنا على الاخر. ازاي؟ ايوه كده اهو. كده طبعا يا جماعه انا هشوف صينيه او اي حاجه وهرص فيها بقى كيس المانجا بتاعتي دي، علشان ادخلها الفريزر تتلج. ما تبططيهاش، زي ما هي كده يعني. بصي ننزل الاول ده كده اهو. بصي هي واقفه اهي، تمام. شايفه؟ انا عايزاكي بقى تنيميها. بصي انا عايزاها كده، نيمي. ايوه لفي بقى. تروحي قلبه الكيس اهو. قومي بقى هاتي لي الصينيه، عارفه الصينيه الزرقاء اللي هي في المطبخ؟ في مكانها هاتيها لي، وخدي دخلي ده المطبخ. تعالي عشان نشيل ده ندخله الفريزر. خدي الطبق ده حطيه على الحوض، وهاتي لي الصينيه. هاتي هنا الصينيه. هنحط بقى يا جماعه كده المانجا على الصينيه كده. استني انا عشان مش عايزاه. وريني. ايوه بس كده. بصوا يا جماعه، هنحطه بقى في الفريزر عشان تتجمد طبعا.
لازم تكمل طبعا اهي. وبس كده دي طريقه نعم. تفريز المانجا. تفريز المانجا. هحطها بقى كده يا جماعه في الفريزر، تقعد لها بقى ايه ساعه، وبعد كده طبعا هتتلج، احطهم فوق بعض. وبعد كده هنشوف اللي ورانا. تعالوا بقى نعمل مع بعض عصير المانجا اللي احنا قلنا عليه من القشر. يلا. طبعا يا جماعه انا ايه المفروض ان انا اعمله بسرعه واحطه في التلاجة، ما استناش عليه وقت كتير. زي ما انتم شايفين كده هندخلهم التلاجة الفريزر بسرعه. يلا بينا. حطينا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده المانجا في الديب فريزر، هنسيبها بقى ساعه تجمد وبعدين نرجع لها تاني. باي. هوبا. تعالوا بقى يا جماعه نعمل عصير المانجا. بصوا طبعا انا عندي المانجا اهي زي ما انتم شايفين. كل اللي انا هعمله علشان بس تتضرب اسهل يعني في الخلاط او في الهاند بلندر، ان انا اقصقص القشر كده عشان بس ايه تتضرب معايا بكل سهوله. هقصقص بقى انا كل كميه القشر دي وارجع لكم تاني عشان نضربها مع بعض. طبعا بالمقص اسهل بكتير من السكينه يا جماعه. هكمل بقى كل ده وارجع لكم تاني. كده جهزت القشر يا جماعه بتاع المانجا، قصقصته كله. هحط عليه السكر. طبعا كل واحد عارف بقى ايه مقدار السكر بتاعه. انا عارفه طبعا معيار السكر بتاعي، مش بحب اعمل الحاجه مسكره قوي يعني، عشان كده تلاقوني يعني بستخدم سكر قليل. ده الطبق اللي احنا كنا خلينا فيه المانجا، فزودت عليه ميه علشان ايه اخد كل العصاره بتاعه المانجا. هنبدا بقى يا جماعه نضرب ايه القشر بالسكر بالميه عشان يطلع لنا احلى عصير مانجا. طبعا تقدروا تعملوه في الخلاط، انا عشان الخلاط عندي بايظ اعمله بالهاند بلندر. بصوا يا جماعه ببدا بقى اضرب ايه ضرب متقطع كده. طبعا يا جماعه كده ضربنا المانجا كويس جدا. كل اللي هعمله ان انا اصفيه. هجيب بقى يا جماعه عندي كده بقى ايه طبق ومصفى، وابدا ان انا اصفي عصير المانجا بتاعي. بصوا احسن طريقه احب اصفي بيها، ولا معلقه ولا وجع قلب. طبعا ايدي انا غسلاها زي ما انتم شايفين. بصفي المانجا بالشكل ده كده. طبعا لازم اعمل مساعد يا جماعه علشان ايه المانجا تقيله. بصراحه انا بعمل عصير المانجا تقيل لان احنا بنحبه تقيل. ايه رايكم بقى يا جماعه في العصير؟ على ما اعتقد ان اكتر الناس بترمي قشر المانجا ده. كده نكون عملنا احلى عصير مانجا بالشكل ده كده يا جماعه. هجيب بقى ازازه واعبيه عندي واحطه في الثلاجه. وخلصت يا جماعه العصير وعبيته في الازازه بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. بصوا عملت ازازه عصير من قشر المانجا لتر ونص زي ما انتم شايفين كده. هنحطها بقى في الثلاجه. وكده اكون خلصت الفيديو بتاعي بتاع النهارده. يا رب يا جماعه يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولو بشيء بسيط. اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد، ومع الف سلامه.